بجد لما تعملوا المكرونة بالطريقة دي هتعشقوها، وكمان محبين الاندومي هيسيبوا الاندومي وهيجربوا المكرونة دي وهتبقى هي عشقهم الاول هتجيب اللانشون الحلو بتاعنا ده ابو فلفل اسود وتقصيه بالمقص كده شرايط رفيعة بالمنظر ده. طاسة على النار تسخنيها كويس، اول ما تحطي مكعب الزبدة تبصي تلاقيه بيسيح بسرعة كده، هي دي درجة الحرارة اللي احنا عايزينها. هحطي شوية زيت علشان الزبدة ما تتحرقش منك، وزعي الزبدة في الطاسة كلها عشان مش عايزين شرايح اللانشون تلزق في الطاسة. بالراحه خالص كده وزعيها لان هي بتبقى يعني شويه لازقه في بعض، بس بالراحه عشان ما تتقطعش. على فكره في حاجات كتير اختياري في الوصفه دي، مش عندك ممكن تتصرفي يا تستبدليها او تلغيها خالص. حطيت انا قطعتين بسطرمه كده برده كنت مقصقصاهم صغير خالص وشوحتهم مع اللانشون. لقيت عندي برده قطعتين تركي مدخن اللي هو صدور الرومي مدخنه او لانشون الفراخ، حطيهم وقصقصيهم نفس الموضوع. ما عندكيش بلاش، مفيش مشاكل. المهم تشوحيهم كده وتركنيهم على جنب، ونص بصلايه صغيره مفرومه ناعم شوحيهم بقى في نص الطاسه الفاضي. انا مفرزه البصل بصراحه بيوفر عليا وقت طويل، وفي اي وقت ببقى مستعجله باخد حته زي ما انتوا شفتوا كده وانزل بيها على الاكل. دلوقتي خلاص البصل طلعت ريحته واندمج بقى مع البسطرمه واللانشون والتركي. رحت نازله بطماطميتين مقطعاهم مكعبات كبيره كده وشوحتها مع الحاجات دي كلها. مكعب مرق الدجاج وشوحيه برده مع الكلام ده، بس هحط بقيه البهارات اللي هي عباره عن معلقه كبيره مليانه من الزعتر، ويا سلام بقى لو عندك زعتر فريش، ونص معلقه من الكركم، نص معلقه كبيره برده. شوحي الكلام ده كله مع بعضه، هنا بقى هتشمي احلى ريحه بجد هتخليكي كده حاسه انك متفائله للوصفه. انا حبيت بصراحه النوع ده من المكرونه وهقول لكم ليه. جبت المكرونه اللي هي عامله زي شكلها حلزوني كده وحطيتها الكيس كله 400 جرام، وحطيت عليه حليب لغايه ما بقى هو المستوى زي ما انتم شايفينه كده. المكرونه دي الثنايات اللي فيها هي بتاخد من الصوص وتشرب وبتبقى متطعمه بكل حاجه موجوده حرفيا في الطاسه. انما لو ما عندكيش مفيش مشاكل، بس بصراحه هي بتفرق جدا في طعم المكرونه نفسه، يعني غير الاسباجيتي وغير المكرونه الفرن والحاجات دي. المهم هنا انا لقيتها محتاجه شويه ميه، فحطيت لها شويه ميه، وممكن على فكره تحطي كريمه بس هتبقى دسمه قوي. وحطيت مكعب زبده وحطيت زيت علشان ما تلزقش في بعض، وسيبيها تبقبق بقى كده، بس تفضلي واقفه جنبها لان ده حليب ممكن يفور، فكل شويه قلبيها وسلي نفسك باي حاجه، ايس كريم، اشربي حاجه ساقعه، اشربي عصير علشان حر المطبخ والوصفه تطلع حلوه كده وانت متروقه ومظبطه نفسك. وكل شويه زي ما انت شايفه كده تقلبتين. شايفين لون الكركم بقى بعد ما بدات المكرونه تتشرب الصوص بدا يظهر اكتر. حطيت بقى معلقه من الفلفل الاسود وشرايح الزيتون، ولو عندك بقى شرايح هاليبينو يا سلام هتبقى تحفه. حطيت كمان جبنه موتزاريلا. اول ما بدا خلاص المكرونه باقي شويه سائل صغيرين وهي استوت، بس شويه السائل دول هندوب فيهم الجبنه. حطيت بقى الجبنه الموتزاريلا، حابه تحطي شيدر كمان حطي، وقصقصت شويه بقدونس اخضر. وعلى كده انت ممكن تاكليها عادي على فكره مفيش مشاكل، لكن انا هوريكم بقى طريقه تاني للتقديم. في البيت عندنا اللي بيحبها كده وفي اللي بيحبها كده. شايفين الجمال؟ شايفين الثنايات فعلا بتاعت المكرونه شايله صوص وشايله نكهات قد ايه؟ بجد تحفه. دي الطريقه الاولى. تعالوا اوريكم بقى الطريقه التانية. تجيبي الطاجن بتاعك كده وتحطي تملي الطاجن بالمكرونه، وتحطي على الوش شويه موتزاريلا كده صغيرين، ومعلقه كبيره من الزيت هنا مهم جدا، ومعلقه من الزعتر، وشويه او رشه بابريكا او فلفل اسود اللي تحبيه، وبعدين دخليها تحت الشوايه. ادي المكرونه. في ناس عندنا بتحبها كده جوسي وفظيعه كده، رشه بقدونس على الوش بتبقى رهيبه، الجبنه السايحه يا سلام رهيبه. وفي ناس بقى بتحب الطاجن الشكل الشرقي ده، مع ان هي شويه مش من مكوناتنا الشرقيه، مع المخلل بقى وكوبايه الحاجه الساقعه طبق الشيبسي بتبقى رهيبه. شايفين بقى وهي الطاجن طالع كده بيبقبق كده رهيب، شايفين؟ وطبعا الكركم طالع على الوش عاطي لون تحفه، رشه البقدونس بقى، وكلي احلى طاجن مكرونه هتاكليه في حياتك. جربوها هتعجبكم.